لو فضلت مستني الوقت المناسب علشان تعمل حاجة معينة أو تاخد قرار معين، عمر الوقت المناسب ما هيجي. عمرك هو اللي هيعدي ومفيش أي تغيير ملحوظ هيحصل. ده لأن الفرصة بتيجي للجاهز مش للي نفسه فيها. في اللحظة اللي هتبتدي فيها تغير من نفسك هتخسر تقريبا 90% من اللي حواليك، مش لأنهم بيحسدوك ولا لأنهم بيكرهوك ولا أي حاجة من الكلام ده، بل لأن النسخة اللي أنت كنت عليها والنسخة اللي هم يعرفوها منك اتغيرت. الخطوة اللي جاية بينك وبين ربنا سبحانه وتعالى لازم تفضل سر، وأهلك وأصحابك مهما كنت بتثق فيهم ما ينفعش يعرفوا. لازم يكون ليك سر مع ربنا سبحانه وتعالى مهما كان صغير، لأنك أول ما هتبتدي تتكلم عنه هيختفي. أكيد أي حد فينا هيكون أسعد لو ما خدش كل حاجة على محمل شخصي، واللي ممكن يساعدنا في ده هو التجرد، لأن مفيش أي حد فينا هو محور الكون. لو سمحنا لها تعدي هتعدي. أنت مش محتاج 100 كتاب علشان تطور من ذاتك. كل اللي أنت محتاجه هو خطة بسيطة فيها هدفك مع التزام وتطبيق، مفيش أكتر من كده. أصعب مهمة في العالم هو إن الإنسان يركز على نفسه أكتر من الناس، ويركز على مسؤولياته أكتر من هواياته، لأن ده اللي بيوصله للي نفسه فيه. وأسهل مهمة في العالم هو إن الإنسان يشتكي، ودي غالبا ما بتنتهي بمعلش، لكنها بتخلق جواه إنسان عايش في دور الضحية طول عمره، وكلنا عارفين عواقب ده إيه. خليك مقتنع إن مفيش أي حد مديون لك بحاجة مهما ساعدته وعملت علشانه، ومفيش أي حد السبب في اللي أنت فيه. ده هيقلل التوقعات جواك، والخذلان عمره ما هيعرف لك طريق، لأن فعلا منطفئ الخذلان لا تواسيه كل إنارات العالم. سلام.